تعريف مختصر كده للناس اللي أول مرة تحضر لي أو ما تعرفنيش، غير الخمسة ستة طبعا اللي عارفيني منهم باشمهندس محمد سعيد. شريف عبد المنعم، أنا مدرب معتمد من كامبريدج يونيفرسيتي. خبرة الحمد لله حوالي 19 سنة في مجال التدريب والتدريس. بشتغل مدرس إنجليش، ده الفول تايم جوب بتاعي. مدرس إنجليش ومدرب آيلتس في مجمع الأندلس بدولة قطر. و بدرب اي بقالي دلوقتي تقريبا سنتين ونص في مجال تدريب الاي اي او الاي اي انتجريشن في مجال التعليم وفي مجالات اخرى غير التعليم. مدرب معتمد في وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، وحاصل على شهادة سيلتا وتفل في مجال تدريس اللغة الإنجليزية. ده تعريف سريع كده. هنتكلم النهارده عن ايه باختصار؟ احنا كنا بنتناقش انا والباشمهندس محمد سعيد ازاي الناس تطلع باكبر قدر ممكن من الفايده من السيشن. فكان قلنا عشان يعني ما يبقاش حاجه مكرره او بنركز على حاجه واحده بس، فالناس تطلع بعضهم عارفها وبعضهم ما تعتبرش جديده بالنسبه له. فقلنا خلاص احنا ممكن ناخد من كل بستان زهره، ونمشي بنظام ان احنا ايه، ناخد زي مشاكل معينه كده او حاجات معينه الناس بتحتاجها بشكل يومي، ونركز عليها ونبني عليها ورك فلوز مختلفه. هبدأ الأول بحاجة تخص المايند سيت بتاعتنا في التعامل مع الاي اي. بس قبل ما ابدا، بس في تنبيه كده بحب اقوله في البرزنتيشنز بتاعتي على طول، ان انا دايما لما بتلاقوني ببص في جهه تانية مختلفه على يميني او شمالي، ففي شاشه تانية بفتح عليها جزء من المحتوى. فيعني لو ما ركزتش مع الكاميرا طول الوقت فده طبيعي بتاعي، يعني بيبقى في محتوى تاني انا فاتحه هنا، وممكن طبعا الشاشه التانية مفتوح عليها الجزء اللي فيه الاسماء والحضراتكم على التيمز. فببقى متابع هناك ومتابع الشات. فتلاقوني كل شويه بروح وباجي كده مع الكاميرا. طيب ده بالنسبه لازاي محاضرتنا هتمشي النهارده. فخليني الاول. طيب طمنوني الاول، الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ السكرين بتاعتي ظاهره عندكم؟ الامور تمام؟ لو الصوت واضح اكتبوا لي واحد. السكرين ظاهره اكتبوا لي اتنين. ممتاز جدا. طيب الحمد لله، نكمل. نقفل بقى ما نقفلش، لسه هنحتاج السلايد دي اللي هو بقى الجزء الاول بتاعنا. فيه اربع حاجات كده محتاجين يا جماعه نحطهم، يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي حلقه في ودننا كده واحنا بنتعامل مع الاي اي. لو حضرتك السكرين مش شغاله عند حضرتك ممكن تطلع وتدخل تاني، لان بتبقى مشكله كونكشن عند حضرتك. ممكن تدخل وتطلع تاني. طيب اول مبدأ محتاجين نحطه في دماغنا كده ونتمسك بيه. رقم واحد اللي هو know your AI. ويمكن باشمهندس محمد سعيد بيستعرض الكورس دلوقتي، لقيته ايه؟ بارت 1 في الكورس اللي على الويب سايت شات جي بي تي، بارت 2 جيميناي، بارت 3 كلود. انت بتشرحهم ليه؟ عشان النقطة رقم واحد دي، حضرتك او حضرتك لما بتعرف امكانيات الموديل اللي بتتعامل معاه بتبقى عارف هتطالبه بايه ومش هتطالبه بايه. بمعنى، خليني اسأل سؤال وعاوز بس اجابة بيس او نو. انا محتاج اصمم صورة، ينفع اروح لكلاود ولا ما ينفعش؟ يلا اجابة بيس او نو على الشات كده. طيب اغلب الناس قالت نو، في اجابه بيس. نو نو يس. طيب هي يس ونو. نو لما اكون انا بتعامل مع كلود ان هو يولد لي صوره بنفسه عن طريق زي تشات جي بي تي ما بيعمل كده، بقول له اعمل لي صوره بيعمل، زي جيميناي ما بقول له بيعمل صوره بيعمل عن طريق نانو بنانا. فكلود ما عندوش الخاصيه دي. وهي دي بقى السر في ان احنا ايه، لازم تعرف. انا ضربت مثال بسيط، لازم تعرف امكانيات الموديل اللي بتتعامل معاه. طيب يس متى؟ لما اقدر انا اربط، لما عندي القدره على ربط كلود باداه خارجيه عن طريق حاجه اسمها الام سي بي او الموديل كونتكست بروتوكول او الكونكتورز اللي موجوده في كلود اللي بيدعمها كلود. فاقدر اقول له روح اعمل لي الصوره دي عن طريق فلان، روح اعمل لي الصوره دي عن طريق هيكس فيلد، روح اعمل لي الصوره دي عن طريق كانفا، روح اعمل لي الصوره دي عن طريق كذا. يبقى هنا انا عملت ايه؟ في اضافه تانية او حاجه تانية بقى اوصلها بكلود تدي له
قدرات جديده مش موجوده عنده. يعني حضرتك لو عاوز تعمل فيديو اديتنج عن طريق كلود، هو بنفسه كده كلود بشكل مستقل مش هيقدر يعمل الكلام ده. لكن كلود لو وصلته بادوبي بريمير مثلا للمونتاج، هتقدر تدي اوامر لكلود ان هو يروح يستخدم ادوبي بريمير في الفيديو اديتنج وهكذا. فناخد بالنا يا جماعه ان احنا ايه، نتعرف، مهم جدا نتعرف على قدرات الموديل اللي بنتعامل معاه. تمام. طيب النقطه رقم 2، structure matters. ايه الستراكشر؟ structure هنا مقصود البنيه بتاعه البرومبت او الامر او الطلب اللي حضرتك بتوجهه للاي اي. اوكي، فلما ادي امر عشوائي للاي اي، توقع نتيجه عشوائيه. في مثل انجليزي كده بيقول ايه، garbage in garbage out. اذا كانت المدخلات، طبعا الترجمه الحرفيه لكلمه garbage هي انا اسف في اللفظ، زباله. فاذا كانت المدخلات خلينا نقول سيئه، المخرجات هتكون سيئه. وبالتالي حضرتك لازم تركز، وحضرتك لازم تركزي في تركيبه البرومبت، في تركيبه البرومبت. الريكوردينج شغال يا جماعه، مفيش اي مشكله عندي، الريكوردينج شغال محدش يقلق. انا بسجل بوسيلتين، فمحلقين على السيشن من اليمين ومن الشمال، ما تقلقوش. طيب فالمهم ان احنا بنعمل ايه، بنتعلم بنيه البرومبت صح. وهنا تيجي اهميه دراسه البرومبت انجينيرنج، وده الجزء الرابع في الكورس عندنا بعد تشات جي بي تي وجيميناي وكلود. بندخل على فكره دراسه البرومبت انجينيرنج. وحضرتك بتتعامل مع الاي اي، بيقول لك think like an engineer، فكر بعقليه هندسيه. العقليه الهندسيه دايما بتحط كل حاجه بمعايير محدده، دايما بتحط كل حاجه بمعايير محدده. جزاك الله خير يا مستر حاتم. مستر حاتم بعت لكم رابط قناه اليوتيوب على الشات بوكس. prompt engineering focuses on clear instructions، مع تعليمات واضحه، تعليمات واضحه. طيب ايه الفرق بين البرومبت انجينيرنج والبلو برنت؟ البلو برنت ده بيهيئ لك الايه، البيرسونا والجول. حضرتك الهدف النهائي بتاعك كذا، والتارجت اودينس اللي انت بتخاطبه كذا. طيب ايه اللي يساعدني على ان انا اوصل، للهدف النهائي واوصل رسالتي للبيرسونا او التارجت اودينس بتاعي؟ هو الكلير انستراكشنز اللي انا بحطها في البرومبت. عشان كده شرحنا جزء مهم جدا في الكورس بتاعنا، وهو الفريم وركس، البرومبتنج فريم وركس. تمام. وهتلاقوا دليل كامل ان شاء الله مع الفيديوز بتاعت الكورس على الويب سايت، اسمه برومبتنج فريم وركس، عباره عن 18 دليل. هعرض لحضراتكم جزء منه دلوقتي، وهنناقش جزء منه تتعلموه برضو معانا في المحاضره عشان تطلعوا بفايده من المحاضره. فبنتعلم حاجه اسمها الفريم ورك. الفريم ورك ده زي قالب كده، وحضرتك بتحط فيه مكوناته اللي تطلع لي في الاخر ببرومبت احترافي. اوكي. طيب make AI think. يعني ايه make AI think؟ يعني حضرتك وانت بتتكلم مع الاي اي ما تخليش اسئلتك مباشره وعشان تاخد اجابات مباشره، خلي الاي اي يفكر معاك. دايما بدي مثال بالجزئيه دي، ان احنا ايه، نتعامل مع الاي اي باسلوب، عارفين الواحد لما بيبقى عامل عامله كده ووالدته عارفه، وبعدين تقعد ايه، تعمل نفسها مش عارفه بس عماله تدحلبه في الكلام لحد ما تطلع اللي جواه. اتعاملوا مع الاي اي بعقليه الام كده، اللي هي بتدحلب الاي اي لحد ما تاخد احسن نتيجه هي عايزاها. بمعنى انا لما باجي ارفع ملف للاي اي، لتشات جي بي تي، كلاود، جيميناي، وات ايفر الموديل اللي انا بتعامل معاه، اول حاجه انا برفع له الملف واسيبه يتعرف عليه وما بسالوش اي اسئله. بسيب الملف كده واستنى هو رده. يعني حضرتك ما بتقولوش اليكسا ستوب. يعني حضرتك ما بتقولوش ان انت عاوز حاجه من الملف اللي انت رافعه ده، لا. حضرتك ارفعي له الملف وسيبيه يتعرف عليه الاول، هيديك ايه، شويه اختصارات كده للحاجات اللي هو فهمها من الملف. من الاختصارات دي هتلاقي حضرتك بدأتي تشوفي الاي اي شايف الملف بتاعك ازاي، وهل هو شايفه بالطريقه اللي حضرتك محتاجه يشوفه بيها ولا لا. ومن هنا يبتدي بقى الدiscussion بيني وبين الاي اي. اوكي. فبروح
بعد ما الخطوه دي بقى ببتدي اقول له طيب انا محتاج من الملف ده كذا، تعرف تطلعه لي بالطريقه الفلانيه. خد بالك، خلي دايما مخاطبتك للاي اي بطريقه ايه؟ انت تعرف تعمل كذا؟ يقول لك اه بعرف اعملها. طب هتعملها ازاي؟ ها، اديني الخطوات ستيب باي ستيب. شايفين الماوس بتاعي فين؟ اديني الخطوات اللي هتبني بيها الاجابه. ask it to reason step by step for more accurate reliable answers. يعني ايه؟ يعني خلي الاي اي يقسم المهمه بتاعتك ويوريك هو ماشي ازاي خطوه بخطوه ويفكر فيها. طيب نشوف ده بشكل عملي. تعالوا نشوف ده بشكل عملي. خلينا اقفل الكلام ده ونروح نفتح. ده الملف اللي بقول لحضراتكم عليه اللي هو prompt engineering او prompting frameworks. البرومpt ده انا مجمع فيه حوالي 18 فريم من اصل حوالي 45 او 50 فريم ورك كنت ذاكرتهم عشان اطلع منهم يعني الافضل. آه، طيب الويب سايت هيتم ارساله يا استاذه شيماء على الجروب الواتساب. احنا مش بنتكلم دلوقتي ان حضرتك روحي افتحي ويب سايت وتكلمي فيه. انا دلوقتي لسه ما فتحتش اي ويب سايت. الويب سايت اللي كان الباشمهندس محمد طرح الكلام عنه في بدايه السيشن كان المايندليتكس، موقع مايندليتكس اللي عليه الكورسات بتاعت الشركه. اوكي. لسه هشرح يا استاذ شيماء يعني ايه فريم ورك وبنعمل بيه ايه. طيب الفريم ورك او ما يسمى باللغه العربيه اطار العمل هو عباره عن مجموعه من المعايير او المحددات اللي حضرتك بتسقط فيها البرومبت بتاعك او الكلام بتاعك اللي عايز توجهه للاي اي. طب ايه فايدته؟ انا حد مبتدئ ما بعرفش اتكلم على الاي اي بشكل احترافي، وده سؤال بيجيني كتير جدا جدا وناس كتير جدا بتسالني في التعليقات ازاي اكتب برومبت احترافي. فحضرتك اتعلم الفريم وركس دي هتساعدك كتير. بعد كده هتلاقي نفسك اوتوماتيكلي بتعرف تكتب الفريم ورك وتكونه من غير اللجوء لكل شويه تعالى اروح اجيب الفريم ورك الفلاني ونشتغل بيه. طيب هاخد مثلا على سبيل المثال ده، خلينا نروح لفريم ورك لذيذ كده وخفيف من الفريم وركس اللي انا بحبها. ده اسمه رايزن. طبعا كل اسم من الفريم وركس دي سواء رايزن او مثلا هنا اللي بعده ده اسمه الي 5، كل حرف من دول كل حرف من دول بيمثل جزء من البرومبت. فتعالوا ناخد كلمة رايزن دي. حرف الار هتلاقيه في اي برومبت، في اي برومبت فريم ورك معناه رول. اوكي، بالظبط كده يا استاذه منار. يبقى انا بحط الرول اللي هو ايه؟ الدور اللي انا بقول للاي اي يتقمصه. معناه ايه؟ معناه انا بقول للاي اي اعتبر نفسك خبير تسويق، اعتبر نفسك مهندس أوامر، اعتبر نفسك أستاذ لغة عربية خبرة 20 سنة في المناهج المصرية. اعتبر كل ده اسمه رول أو الدور اللي أنا بعطيه للاي اي. طيب مين يقول لي فايدته ايه الدور؟ ها، مين يقول لي فايدته ايه الدور اللي انا بقوله للاي اي؟ هيستفيد ايه او انا هستفيد ايه لما اقول للاي اي اعتبر نفسك خبير في التسويق واعمل لي خطة تسويق؟ يعطي بيشتغل افضل بخبرة نتيجة كويسة. accuracy، بيشتغل بخبرة كويسة لدقة الإجابة. هو ده كله كلام جميل، بس برضه ما حدش اداني السبب الفعلي اللي ورا الموضوع ده. ما هو انا بقول له كده عشان يشتغل بدقة كويسة، بس ايه السبب الفعلي اللي هيخليه في الجزء ده يشتغل في بدقة كويسة؟ هيتعامل كخبير التخصيص، كلام جميل. كونتكست في محادثة معينة، مخرجات تكون صحيحة، توجيه للسيرش في أي جانب، حلوة الإجابة دي. يبحث في المواقع المتخصصة في المجال، ماشي. هو مش هيبحث في المواقع لأن احنا بنعتمد مينلي على الداتا اللي هو متغذي بيها، بس برافو. لا مش بادئ من بدري يا أستاذ إيمان، ما تقلقيش. طيب أنا بديله رول أو دور زي ما حضراتكم كده، نقدر نضرب الإجابات دي في الخلاط عشان بقول له ابعد عن أي داتا انت من الداتا اللي في دماغك. عارفين ان الاي اي متدرب على ملايين الجيجا بايتس من الداتا، إن ما كانتش مليارات.
كل المكتبات الالكترونيه واليوتيوب فيديوز والمش عارف والبودكاست وكل حاجه حوالين العالم دي بياخدوها يغذوا بيها الاي اي كداتا يتدرب عليها. فلما اجي اقول له انت دلوقتي عندك داتا تخليك عالم في الاقتصاد وعالم في الجيولوجي وعالم في الفيزياء وعالم في الكيمياء وعالم في اللغات و انا عايز الحته اللي تخليك عالم في الماركتنج. فهتعمل بقى انت هنا بتساعد الاي اي ان هو يبعد اي مشتتات ملهاش علاقه بكلمه ماركتنج، فيدور على اي خبره. برافو، عقليه المتخصص بيدور على اي خبره تساعده في اداء هذا الدور بشكل جيد. طيب انا بشوف ناس يا شريف بتعمل دور مركب، ده بنسميه رول ستاكينج. رول ستاكينج يعني ايه؟ يعني تعالى انت خبير في البرمجه والذكاء الاصطناعي. احنا عارفين ان في ناس مبرمجين بس علاقتهم بالذكاء الاصطناعي او بيبرمجوا بلغات البرمجه ما بيعتمدش على الذكاء الاصطناعي او خبرته في الذكاء الاصطناعي مش كبيره، فبيعمل ايه؟ اروح انا جامع الدورين، ااكد عليه ان انت خبير في البرمجه وخبير في الاي اي كمان. طب انت خبير تعليمي في مجال تربية الأطفال الصغار، فأنا بديله هنا دور محدد قوي، دور متخصص جدا. تمام. زائد عندك خبرة في خلق المناهج والأنشطة التعليمية اللي موجهة لهؤلاء الأطفال. فأنا بعمل هنا دور مركب. الدور المركب ده بيساعد على استدعاء الداتا اللي يقدر منها يديني نتيجة قوية وعميقة في هذا المجال. اوكي. طيب حرف الاي للانستراكشنز، والانستراكشنز هنا مهم جدا تكون واضحه مباشره ما فيش فيها اي غموض. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش احط جمله او كلمه ينفع الاي اي يفهمها على مرتين. اوكي. هتكلم عن الهالوسينيشن يا مس منار دلوقتي. آه طيب يبقى انا الدور مش هيشتغل لوحده. الدور مع تعليمات واضحه ومحدده، يبقى احنا كده بن ايه؟ بنقود الاي اي في الاتجاه اللي احنا عايزينه. دايما فكر ان حضرتك الدرايفر، حضرتك السواق. اوكي. انا بقول التعليمات تكون واضحه ومباشره ومحدده. ما قلتش ما تكونش مباشر، دي مش ما فهمتش دي بصراحه. مشكله الصوت عند حضرتك يا استاذ نورهان. اعتقد الكل سامعني كويس. فالتعليمات اللي انا بديها له عشان يقوم بالتاسك. طيب الستبس، بكسر التاسك الكبيره لستبس وبقول للاي اي كده امشي معايا خطوه بخطوه واشرح لي كل خطوه عملت فيها ايه. اوكي. ده مهم جدا. طيب الاند جول. الاند جول ده بقى الهدف النهائي اللي حضرتك عايز توصل له. حضرتك عايز تحقق ايه من التاسك دي او من التعليمات دي. يعني حضرتك فوق قلت لي عايزين نعمل حمله لتسويق منتج جديد مش عارف شكله ايه وعامل ازاي. ايوه ماشي، الهدف ايه من الحمله؟ انت اديتني تاسك بس الهدف منها ايه؟ في فرق بين التاسك اللي انا اديتها للاي اي عشان ينفذها والهدف من التاسك ده اللي هينفعني في الواقع بتاعي اللي هو الاند جول. طيب الناروينج دي عارف حضرتك كده لما بتكون ماشي في الشارع وتلاقي حد بيبيع كتاكيت ملونه كده اللي هي كنا بنشتريها زمان ب 10 قروش دي وبتموت بعد ساعتين، وتروح البيت اول حاجه بتعمل ايه؟ بتروح حاطه في كرتونه عشان ما يطلعش براها، عشان ما تقعدش تجري وراه تحت الكنب. فال ال الكرتونه دي اللي حددت له نطاق حركته هي دي الناروينج اللي حضرتك بتحط الاي اي جواه عشان ما يطلعش بره الحدود اللي انت عايزها. يعني ما كنش انا بطلب من الاي اي يكتب لي مقال واسيب الدنيا مفتوحه وانا اصلا المقال بتاعي حدوده اللي انا هقدر انشره على الموقع بتاعي او على في المكان اللي انا هنشر فيه اخره 500 كلمه. فيبقى انا كده ايه؟ بضيع على نفسي وقت ومجهود لاني هعيد مره تانية صياغه المقال عشان اختصره. وبالتالي لازم احط الحدود بتاعتي، الكونسترينتس او الليميتيشنز او يعني الباوندريز سموها زي ما تسموها. اوكي. طيب ممكن اضيف حاجه كمان هنا. اضيف مثلا حرف الاي. حرف الاي لكلمه اسك. اقول للاي اي قبل ما تنفذ مهمتك اسالني بقى. انا رميت هنا الكره في ملعبه، اسالني اي سؤال كده
عشان لو في نقطة مش واضحة بالنسبة لك اسألني سؤالين ثلاثة عن التاسك دي قبل ما تنفذ. اوكي؟ طيب نفذ المهمة، سألني سؤالين ثلاثة ونفذ المهمة واداني النتيجة. ما تاخدش النتيجة وتطلع تجري، لا، قول له تعال قيم نفسك يا معلم واديني درجة من 10 كده للنتيجة دي، وإذا في حاجة محتاجة تحسين قول لي عليها. فيروح قايل لك والله أنا شايف إن اللي أنا عملته ده يستاهل 8.5 من 10، بس عشان نوصله ل 9.5 أو 10 من 10 محتاجين نزود واحد اتنين، وعندنا نقاط قوة واحد اتنين تلاتة. فتقول له إيه؟ زود الواحد اتنين اللي هيخلونا نوصل 9.5 من 10، فيديك نتيجة أعلى. حضرتك معاك وقت تاخد الكلام ده لموديل تاني يراجعه ويشيك عليه كان به. مفيش، يبقى حضرتك وحضرتك لازم تراجع ورا الاي اي مراجعة دقيقة. تمام؟ كلنا شفنا ايميلات، صور على السوشيال ميديا لناس بعت ايميلات لرؤسائها في العمل، وفي الاخر سايب السطر بتاع تشات جي بي تي اللي بيقول له ايه، تحب اعمل لك كذا وكذا وكذا، او ازود لك في الرساله دي كذا، او تحب بس اطلب من المدير بتاعك يعمل لك كذا. كلنا شفنا الحاجات دي. فما تاخدش الاجابه من الاي اي، ما تاخدش النص من الاي اي زي ما هو وتجري تروح تلاقي نفسك لبست في الحيط. برضو كتير من زملائنا المدرسين لو ما بيدققش في شغله في الورك شيتس والاكزامبلز والحاجات اللي بيديها له الاي اي، بسهولة جدا ممكن الورقة اللي هو طبعها واداها للطالب بتاعه يكون فيها كلمة متغير فيها حرف، متغير فيها ليها معنى مختلف، تعمل مشكلة كبيرة. فناخد بالنا يا جماعة ان احنا لازم نفحص الشغل بتاعنا بشكل كويس جدا، نراجع ورا الاي اي بشكل كويس جدا. طيب انا شرحت الفريم ورك، هروح على طول دلوقتي للمثال اللي عندي في الكتاب. طبعا يعني انا يعني خلاص انا مش هسيب الكتاب ده كده، يعني هبعته لكم على جروب الواتساب هدية، يبقى هدية المحاضرة النهارده. طيب عندي هنا الرول. في حد فاتح المايك يا جماعة؟ في عندي هنا المثال اللي عندي، هتلاقوا هنا كل فريم ورك مكتوب تحته مقدمة بتشرحه، مكتوب هنا التقسيمة بتاعته ومثال، وكل سطر واخد لون بالجزء بتاع البرومبت، وهنا مقارنة بين نقاط الضعف ونقاط القوة بتاعة البرومبت ده، امتى يكون قوي معاك وامتى هيكون في مشكلة لو استخدمته، محتاج تعالج المشكلة دي ازاي. طيب نروح هنا، بيقول لي هنا الرول as a marketing expert، يبقى انت هنا خبير في الماركتنج. مش always ديفايس ديفايس في مايك مفتوح، لو سمحتم نتأكد بس ان المايكس مقفولة لو تكرمتم. Devise a comprehensive marketing strategy for our new eco-friendly water bottle. يبقى انا هنا عندي منتج جديد اللي هي زجاجة مياه صديقة للبيئة، عايز اعمل لها حملة تسويقية. الحملة التسويقية دي هتمشي بالخطوات التالية. عايز اعمل ماركتنج اناليسز، عايز اعمل اوتلاين تارجتنج او تارجت ديموغرافيكس، اللي هو هعمل تحليل للسوق وهعمل يعني النطاق الجغرافي اللي انا بستهدفه. الديموغرافي هنا تشمل الجغرافيا والسكان. كمان هنقول انا عايز بعد كده تعمل لي proposed channels and tactics، تقول لي بقى ايه هي القنوات اللي هشتغل عليها والتاكتكس اللي هستخدمها في الحملة بتاعتي. طيب ايه الهدف النهائي من الحملة دي؟ ما كل حملة تسويقية ليها هدف. في حملة بيبقى هدفها زيادة المبيعات، في حملة بيبقى هدفها ان انا اعمل براند اويرنس، في حملة بيبقى هدفها ان انا يعني ازود خلينا بنقول ايه الانتشار، يعني على حسب هدفي من الحملة. فبقول له هنا الهدف بتاعي من الحملة to increase brand awareness and sales within the first quarter post launch او post launch. يعني هنا ايه ان الهدف بتاعي ان انا اعمل awareness، اعرف الناس ايه الهدف بتاعي من الحمله، سوري، اعرف الناس المنتج بتاعي. اليكسا ستوب. اعرف الناس بالمنتج بتاعي، زياده الوعي بالمنتج بتاعي ومعرفه الناس بيه، وكمان ازود المبيعات بتاعي في الربع الاول بعد الاطلاق. حلو جدا. طيب
الناروينج بقى، لو انا سبتك على هواك يا تشات جي بي تي او يا جيميناي او يا كلود، ممكن تعمل لي حمله تكلفني $1,000,000. فانا بقول لك لو سمحت فوكس اون ديجيتال ماركتنج استراتيجيز. احنا هنشتغل ديجيتال ماركتنج بس، يعني مش هنعمل اعلانات في الشارع، مش هنعمل اعلانات في التلفزيون، فركز لي على دي فقط. وبالتالي التشانلز اللي انا طلبتها منك فوق هتكلمني بقى فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، مش عارف، تيك توك. يبقى هنتكلم في الحاجات اللي ليها علاقه بالديجيتال ماركتنج. وكمان خد بالك الميزانيه بتاعتي، ها a budget constraint of $10,000. يعني انا الحد بتاعي في البادجت بتاعتي او الميزانيه بتاعتي للحمله دي اخرها $10,000. فما ما ترفعش سقف الايه الطموح لفوق. تمام. دي الفريم ورك اللي اسمه رايزن. هتلاقي هنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم الدليل ده فيه حوالي 18 فريم ورك، وهبعته لحضراتكم ان شاء الله على جروب الواتساب بعد المحاضره. طيب، عندي فكره وعاوز احولها لبرومبت احترافي. فكره بسيطه كده، يعني عباره عن طلب، عايز اطلب طلب من الاي اي. طيب تعالوا نجرب الكلام ده كده، نعمل حركه لطيفه مع جيميناي. بالمناسبه يا جماعه، بما اني فتحت جيميناي، فجيميناي زود خاصيه جديده. مش عارف نزلت في الابليكيشن ولا لا. طيب خلينا نجيبها من البراوزر احسن. لسه التحديث ده نازل من يومين. عندنا هنا لو عملنا نيو نوت بوك، النوت بوكس دي مربوطه بالنوت بوك ال ام. فالمحتوى اللي عندي هنا في النوت بوكس بتاعتي هو نفس المحتوى اللي موجود على نوت بوك ال ام. بس جيميناي هنا زود حاجه. الناس شايفه معايا جيميناي يا جماعه والشاشه بتاعتي بتتحرك؟ تمام. اللي الشاشه بتاعته تعلق يا جماعه يتاكد ان الكونكشن عنده مستقر، او يطلع من الميتنج ويدخل مره ثانيه. فعملت هنا نيو نوت بوك، بيديني هنا وضع جديد اسمه ايه؟ study and learn. طبعا هنا انا عامل نيو نوت بوك يعني لسه فاضيه. فبقول لي هنا اعمل ايه؟ what are you working on. هتذكر له هنا الموضوع اللي انت عايز تذاكر فيه، ودي يعني حته بقى للناس اللي بتذاكر. فنقول له مثلا ايه؟ خلينا نقول له مثلا الموضوع اللي بنتكلم فيه دلوقتي prompt engineering. تمام. هبدا هنا يبقى عندي نوت بوك جديده اسمها prompt engineering. وهنا طبعا اقدر اطلب من جيميناي حاجات، وهنا اقدر اضيف ايه؟ مواد بقى وملفات زي ما بعمل على نوت بوك ال ام بالظبط. طيب ايه study and learn؟ لو ضغطنا على كلمه study and learn، تعالوا نكتب تاني كلمه prompt engineering. هتلاقي هنا بقى جيميناي دخل معايا في وضع المعلم. اوكي. فبدأ يقول لي to get prompt engineering notebook set up I need a bit more info to customize it. What's your specific study goal؟ ايه الهدف بتاعك اللي انت عايز تذاكره في البرومبت انجينيرنج؟ فخلينا اخد مثلا حاجه من دول. اخد دي مثلا وارد عليه، ده الهدف بتاعي اللي انا عايز اذاكره. بدأ يقول لي ايه؟ got it I've set your goal to كذا. تمام. head back to your notebook now to see your lessons come together. طيب تعالى نفتح كده النوت بوك. ادي النوت بوك اللي عملناها على البرومبت انجينيرنج، اللي هيبدأ يحط لي فيها بقى الدروس ويجمع لي فيها الداتا اللي انا هشتغل عليه. فهي اقرب لستادي جايد، او يعني خلينا نقول مرشد دراسي او مرشد تعليمي
بيساعدك في ان انت تذاكر موضوع معين بالتتبع خطوه بخطوه. خليه بقى يظبط النوت بوك براحته. نرجع بقى للنقطه اللي انا كنت بقولها. لو عندي فكره بسيطه وعاوز احولها لبرومبت قوي، هقول لكم على تريكايه واحده بسيطه كده تقدروا تساعدكم في كتابه برومبتس قوي. عندي مثلا انا عاوز مدرب مثلا وبخطط لورك شوب، فاقول له مثلا I I am building a workshop titled Communication Skills for Real Estate Sellers. تمام. و هاجي هنا فوق البتاع دي كده وهقول له ايه. خدوا بالكم بقى من العباره اللي هكتبها. خلينا احط بس اقواس بين احط الفكره بتاعتي بين الاقواس كده واقول له ايه. بكل بساطه كده هحط له عباره واحده: enhance the following prompt 5x its efficacy. هبعت لكم العباره دلوقتي، احفظوها عندكم لانكم هتحتاجوها كتير. اي برومبت ضعيف، اي فكره عندكم عاوز تحولها لبرومبت احترافي، استخدم العباره دي. بعتها لحضراتكم على الشات بوكس. اوكي، تعالوا بقى نشوف شكل العباره دي بعد ما تتحسن 5 اضعاف. عمل ايه؟ سياق المهام والهدف: تحويل الورشه التدريبيه من اطار نظري الى نظام عملي مكثف لتطوير مهارات التواصل الملاقه للصفقات العقاريه مع التركيز على سيكولوجيه المشتري. وشوف بقى السطر اللي انا كتبته فوق اتحول لبرومبت عامل ازاي يا جماعه. المهام والهدف: انت خبير تصميم حقائب تدريبيه ومستشار تطوير مهارات البيع العقاري، مطلوب بناء الهيكل التنفيذي لورشه عمل مكثفه. وبدا يديله ايه المعطيات والجمهور المستهدف: الحضور مين، العميل المستهدف مين، المشكله الاساسيه عندي ايه. بعد كده المخرجات المطلوبه اللي هو الاوتبوتس بتاعتي. لا عادي، مفيش اي مشكله خالص. نفس الجمله بالعربي هنقول له حسن البرومبت التالي او الطلب التالي 5 اضعاف كفاءته. 5 اضعاف كفاءته. نتجنب نقول له ان احنا نقول له 5 مرات. احيانا الاي اي بيفهم كلمه 5 مرات ان هو يكتب البرومبت 5 مرات او يعمل 5 اصدارات من البرومبت. تمام. بعد كده عمل لي حاجه اسمها مصفوفه قياس الاثر والاداء. التحديد والوضوح بيقارن بقى بين البرومبت اللي ايه القديم والبرومبت الجديد اللي طوره. الاولاني عام ومفتوح، ده محدد بوقت وجمهور وهدف. التطبيق العملي الاولاني كان نظري، الثاني بيعتمد على المحاكاه والنصوص الجاهزه. اداره المخاطر مش موجوده في الاولى، لكن هنا بتلزم الذكاء الاصطناعي بذكر القيود. يبقى سطر واحد اضفته قبل الامر بتاعي حسن البرومبت بتاعي. دي كده حته في البرومبت انجينيرنج كنت حابب اقولها. انتقل للجزء الثاني بقى. طيب قبل ما انتقل للجزء الثاني بعيدا عن البرومبت انجينيرنج، حد ليه عنده سؤال او حد عنده استفسار في الجزء ده سريعا كده؟ ناخد سؤالين اتنين بالظبط عشان الوقت. المحاضرة مسجلة إن شاء الله يا أستاذ أيمن. What is the difference between different AI frameworks؟ طيب لما حضرتك يجي لك الملف وتذاكري الفريم وركس، هتفهمي ان كل فريم ورك بناء على مدى تعقيده ومدى تعدد مكوناته مناسب لمهمة معينة. يعني في برومبت ينفعني ان انا مثلا لو مدرس اعمل بيه ليسون بلان، وفي برومبت تاني مش هينفع مع الليسون بلان، ينفع في حاجة تانية، حاجات بسيطة. تلخيص مقال، تلخيص فيديو،
طيب ازاي اخلي الاي اي يكتب لي البرومبت حسب الفريم ورك؟ بكل بساطه خدي الفريم ورك من الدليل اللي انا هبعته لحضراتكم، صوريه وابعتي لي الاي اي وقولي له انا عايز اعمل كذا كذا كذا، بس عايزك تكتبه لي بنفس الفريم ورك ده او بنفس الاطار ده. اوكي، يكتب لي كود. ممكن استخدم خاصيه ستادي؟ لا، خاصيه ستادي للمذاكره، حضرتك بتذاكري معاه ماده معينه. لو الماده دي ليها علاقه مثلا عايزاه يشرح لك لغه برمجه، في الحاله دي هيكتب اكواد عشان يشرح لك عليه. لكن عشان اخلي جيميناي يكتب كود بروح لحاجه اسمها كانفاس، خاصيه الكانفاس في جيميناي. خليني ارجع هنا نيو شات، وهضغط هنا، بختار من كلمه مور تول، بختار كانفاس، اهو مكتوب جنبها كود، مكتوب جنبها كود رايت اور ميك سلايدز. بستخدمها في الكودينج لو انا عايز اعمل مثلا لاندنج بيج خفيفه كده، عندي محتوى عاوز احوله للعبه HTML، عندي ملف اكسل عايز اعمل منه داشبورد، اخليه يحلله لي ويعمل لي بيه داشبورد كده، او انتراكتيف انفوجرافيك، او ميك سلايدز ان انا اقدر اعمل باوربوينت برزنتيشن باستخدام خاصيه الكانفاس. فعايز استخدم اي خاصيه من دول، بضغط على كلمه كانفاس وبقول له بقى اعمل لي لعبه مثلا. خلينا ناخد مثال عملي سريع. اقول له مثلا بالعربي اهو عشان محدش يزعل مننا، اعمل لعبة بسيطة لمساعدة الأطفال على فهم مثلا آداب الطعام مثلا. ليه لازم أمشي على فريم ورك في كتابة البرومبت؟ عشان ده بيلزمني بإن أنا أكتب فريم ورك مبني صح، فاخد نتيجه صح. طب حضرتك عندك القدره والخبره انك تستغني عن فكره الفريم ورك وتكتبي برومت احترافي متكامل يوصلك لمهمتك بشكل مباشر وسريع، جو اهيد. تمام. ما هو فكره ان انا اقول له اللي انا عايزاه على طول، اقول له اللي انا عايزاه على طول، بقوله له ازاي؟ اوكي، تاني، فكره ان انا اقول له اللي انا عايزاه على طول بقوله له ازاي؟ بقوله له بشكل متركب صح يخلي الاي اي يفكر معايا صح ويشتغل معايا صح، ولا بقوله بشكل عشوائي وانا مش حاسه آم، اي نتيجه بتطلع لي والسلام؟ فحضرتك جربي تعاملي مع الاي اي في تاسك معينه بدون الفريم وركس، بطريقتك بطبيعتك عادي، ان شاء الله تفتحي المايك وتتكلمي معاه. تمام. وجربي تتبعي طريقه الفريم ورك مثلا في بناء البرومبت وشوفي الفرق فين في النتيجه. فيديو اعلان، حاضر هنتكلم عن جيت اعمل اكونت على كلود قبل كده ما عرفتش خالص لا، مش فاهم مجالا انه مدفوع. لا، هو كلود بيدي اكونت مجاني عادي، بس للاسف ده مش يعني ما بيخدمش كتير. الباقه بتاعته بتخلص بسرعه، رسالتين ثلاثه بالكتير بتلاقي الدنيا خلصت. آه، طيب الاسئله العامه رجاء نخليها للاخر خالص يا جماعه. خلينا الاسئله في الحته اللي انا بشرح فيها. المدفوع فقط اللي بيعمل العاب؟ لا، المدفوع والمجاني بجيميناي بيعمل العاب، نفس اللي انا عملته ده بيتعمل على المدفوع والمجاني عادي جدا. هل ممكن نعمل للعبه دي لينك ممكن نرسلها ممكن جدا، مفيش اي مشكله خالص. طيب انا عملت دلوقتي اللعبه اهي، بطل آداب الطعام، قبل ان ابدا بتناول الطعام ماذا يجب ان اقول؟ المفروض ان الطفل بقى بنعلم طفل صغير فهنقول له ايه؟ هيقول بسم الله. طلع له هنا الفيدباك، يروح للسؤال اللي بعده. طيب انا عايز اعمل لها شير، باجي هنا على كلمة شير واضغط على شير تاني، وهنا اخد اللينك ده كوبي وابعت اللينك بتاعها، فبتظهر للشخص يستخدمها عادي جدا. اوكي، بس طبعا انا ما بيجينيش عليها فيدباك لان هي مش مرتبطة بقاعدة بيانات، فهتسمع عندي وتديني فيدباك. في عندي هنا داونلود، لو ضغطت على كلمة داونلود بينزلها لي كملف HTML. طيب ايه فرق، ايه فايدته ملف ال HTML ده اللي هو ده؟ ملف ال HTML ده بيشتغل اوف لاين، يعني ممكن
بعيدا عن الانترنت، بعيدا عن لو انا فصلت الانترنت، بعيدا عن جيميناي او اي حاجه، مجرد ما هضغط عليه دبل كليك بيفتح لي صفحه موقع عاديه شغاله في البراوزر بدون اي مشاكل. بتحمل لسه بس اهي كده شغاله تمام. لو لاحظنا حتى الرابط بتاعها مش اونلاين، الرابط بتاعها عندي على الكمبيوتر، اللي هو يوزر شريف داونلود كود ارتيفاكتس مش عارف ايه HTML. اوكي، فمن هنا بقدر اعملها داونلود. طيب لو هو عمل لي الملف بصيغه تانية غير صيغه ال HTML، هرجع هنا في الشات اقول له ايه، ممكن ارجع اكتب الكلام ده فوق واقول له اعملها لي بصيغه HTML، ااكد عليه لان انا عايز احملها كملف مستقل عندي، فاقدر ابعتها للطالب. حتى الطالب اللي ما عندوش جيميناي، ما عندوش انترنت، هيقدر يفتحها يشتغل بيها عادي، يحملها ويشتغل بيها عادي. طيب جيميناي او خاصيه الكانفاس في جيميناي بتقدم لي ايه تاني؟ بتقدم لي ان انا اقدر اعمل بيها باوربوينت برزنتيشن. لا انا مش هعرف الطلاب لعبوا او ما لعبوش غير لو انا عامل حاجه لايف وانا شايفهم معايا اونلاين. لكن الالعاب دي حاجه كده، يعني انشطه مساعده. اوكي، لو انا عايز اعمل حاجه بقى للطالب ويخش يحلها وتسمع عندي، في عندنا خاصيه في موقع كانفا، اللي هي الكانفا التعليمي، اسمها كلاس روم. حضرتك بتضيف الطلبه بتوعك جوه الكلاس روم ده، وتعمل لهم الانشطه بالذكاء الاصطناعي من داخل كانفا، وتبعتيها لهم وهم بيحلوها، وبيبان لك مين اللي حلها ومين اللي حل صح ومين اللي حل غلط. دي منظومه متكامله داخل موقع كانفا. موقع كانفا مش خاصيه. في فرق بين كانفا اللي هو الموقع بتاع التصميم، وكانفاس اللي هي خاصيه البرمجه وصناعه البرزنتيشنز داخل جيميناي. طيب لو عايز اعمل برزنتيشن بضغط على كلمه كانفا، و نحاول ان شاء الله يا استاذ دعاء. حاضر. بضغط هنا بقول له مثلا انا او كرييت، ماشي بالعربي، اعمل عرض تقديمي عن مثلا آه، كتاب صناعة التفاهة. أنصحكم بقراءة الكتاب ده يا جماعة. خلينا أصغر العرض شوية، أقول له عرض تقديمي من، أنا بكتب طبعا برومبت ضعيف جدا يعني، من 5 شرائح عن كتاب صناعة التفاهة. ممكن جدا، ممكن جدا يا استاذه نهله تعملي من خصائص اللعبه ان الطالب لما يحل كل الاسئله في الاخر يجي له شهاده اجتياز، و آه، يعني نخلي ويصورها ويبعتها لحضرتك. نخلي اللعبه في البدايه تطلب منه ان هو يسجل اسمه، وبعدين تسجيل الاسم ده في الاخر هو اللي هيظهر في شهاده الاجتياز. نحط ده كله في البرومبت بتاع بناء اللعبه. طيب سؤال على ما يخلص البرزنتيشن، في سؤال: وات اباوت جايدد ليرنينج؟ جايدد ليرنينج هي خاصيه موجوده في جيميناي وموجوده في تشات جي بي تي وموجوده في كلاود. عباره عن ايه؟ عباره عن فكره ان انت بتقول للاي اي اهي تقمص معايا فكره المعلم التعليمي، بس دي هتبقى في الشات العادي. هتقول له يلا انا عايزك تشرح لي مثلا النظريه النسبيه. اوكي، طيب النظريه النسبيه دي هيعملها ازاي؟ هيبدا يقول لك ايه، انت عارف لما السيارة بتكون ماشية في الشارع ومش عارف سرعتها كذا، وفي حد بيقابلها مش عارف عامل ازاي بسرعة كذا، ولو حد ماشي جنبها بالظبط بسرعة كذا، انت وبعدين يروح سألك سؤال، فتجاوب على السؤال. لو السؤال صح هيقول لك برافو. هي بقى من هنا بتيجي أهمية النظرية النسبية، عشان هي اللي وضحت لنا كذا. طيب لو حصل كذا تفتكر هيحصل ايه؟ دي فكره الجايدد ليرنينج، ان هو بيمشي معاك سؤال واجابه، ومش بيشرح لك الحاجه بنظام التلقين، قد ما هو بيمشي معاك بنظام التعليم اللي بيسموه التعليم عن طريق الاستكشاف او التعليم الموجه.
لو عاوز اعمل ستوري بوك، حاضر هخلص البرزنتيشن واقول لحضرتك تعمل ستوري بوك ازاي. عمل لي هنا طبعا ادي اول اللي هو الملخص بتاع الكتاب: جوهر نظام التفاهة وأعمدة سياسة التفاهة، وتغييب الإبداع والفكر. لا توجد ثورة أو هجوم، التافهون حسموا المعركة لصالحهم دون إطلاق رصاصة واحدة. المقاومة الحقيقية تبدأ برفضنا المستمر لتقديم التنازلات الصغيرة. ألان دونو. ألان دونو ده طبعا اللي هو مؤلف الكتاب. كتاب جميل جدا، أنصحكم بقراءته. واللي مش عاوز يقرأه، في أخونا علي محمد علي كان عامل له شرح في على قناته على اليوتيوب. لو حد مش غاوي قراءة قوي ممكن يشوف الفيديو بتاعه، ممتع جدا. طيب انا عايز احمل البرزنتيشن دي عشان استفيد منها. البرزنتيشن دي لما بقف هنا وبضغط على الكلام ده ما فيش حاجة اقدر اعدلها. فهنعمل ايه؟ لو جينا هنا ضغطنا على كلمة داونلود، هلاقيه بيحضرها لي كبي دي اف فايل. طب انا مش عايزها بي دي اف، انا عايز باوربوينت اشتغل بيه. هتروح بقى حضرتك هنا تعمل اكسبورت تو سلايدز. طبعا اعتقد ان 90% من الحاضرين ما فيش حد ما بيحتاجش برزنتيشن، مفيش حد ما بيحتاجش باوربوينت في حياته. في شركة بقى عندك برزنتيشن لمشروعك، في عندك تدريب اتطلب منك للقسم بتاعك في شركتك، في مدرستك، في ايا كان، هتقابل عميل ومحتاج تشرح له حاجة، يبقى تعمل برزنتيشن شيت كده على الجهاز بتاعك. يعني طبيعي ان احنا نستخدم البرزنتيشنز بشكل او باخر. طيب هو نزل لي هنا الملف اهو في صيغة ايه؟ بي دي اف فايل. انا لما عملت اكسبورت تو سلايدز، عملت هنا، ظهر لي هنا اهو نيو سلايدز كرييتد اوبن سلايدز. طيب عملنا فتحنا السلايدز. اوكي، نزلت لي هنا. لو جيت وقفت على اي مكان هنا في السلايد بقى قابل للتعديل. قابل للتعديل. بطلب من جيميناي يعمل لي عرض تقديمي، بس اتاكد ان انا مفعل خاصيه كانفاس. وهنا غير محدوده بقى، تعملي 15 شريحه، 20 شريحه، على عكس جاما. جاما ممتاز وقوي جدا، بس الليمت بتاعه 10 شرائح في النسخه المجانيه، واخره 400 كريدت ما بيتجددوش. فهضطر ان انا اعمل اكونت جديد كل ما يخلصوا. فهنا طبعا بيديني الكلام ده بشكل مجاني تمام. طيب خدوا بقى الحته الاضافيه الحلوه دي. انتوا عارفين ان انا ممكن احول البرزنتيشن دي ل فيديو بفويس اوفر بيحكي محتوى البرزنتيشن. لو حد عارف يكتب لي واحد. وانا هنا لسه جوه جوجل سلايدز من غير ما اروح في اي حته. حلو جدا. استاذه آية قولي لنا ازاي. ما شاء الله. لا مش نوت بوك ال ام. يعني لا مش نوت بوك ال ام، انا بقول وانا هنا جوه جوجل سلايدز مش هروح نوت بوك ال ام. محدش يقول لي نوت بوك ال ام. برافو مس مارو. جوجل فيدز. بعملها ازاي؟ هاجي هنا عند كلمة فايل، وهروح اختار كلمة كنترول كونفيرت تو فيديو، تحويل إلى فيديو، وهضغط على دي. هياخد محتوى السلايدز ويحوله لموقع جوجل فيدز اللي قالت عليه الأستاذة مروة. طبعا نوت بوك ال ام وكانفا والكلام ده كل واحد كلام صحيح، وكل واحد فيهم ليه طريقته. طبعا هنا بحدد الشرايح اللي انا عايزها. خليني بس اخد ايه، يعني اول 3 شرايح كده عشان الوقت، واقول له نكست. هيبدأ ياخد هنا يركب لي هنا نص تعليق صوتي لكل شريحة. عايز اقول لكم انه من شهر واحد فقط ما كانش بيدعم اللغة العربية، والحمد لله يعني دلوقتي دعم. هنا بقى في عندك اختيارين. في عندك حاجة اسمها AI افاتار اند فويس اوفر، وهنا بتختار شخصية تظهر على الشاشة بتشرح The المحتوى voice you بتاعك. select makes the اوكي، فعندي هنا حاجات كرتون وحاجات بشرية. اوكي، واقدر اعمل فويس اوفر اونلي باختيار صوت من الاصوات اللي موجودة هنا. اقول له يوز ذيس فويس. طبعا انت عايز انيميشن، ماشي، عايز انيميشن. هيحاول، ده مش اكيد طبعا، مش كل مره بتنجح.
هيحاول يعمل انيميشن للكلام اللي مكتوب والصور اللي موجوده مع الصوت وهو بينتقل. وبعدين هقول له كرييت ذا درافت فيديو. هيبدا يركب بقى الصوت المقروء على الشرائح عشان يعمل لي الفيديو. خلص كده، ادي اول شريحه. هنجرب كده نعمل بلاي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي يستعرض كتاب صناعة التفاهة للفيلسوف الكندي أندونو، حيث نناقش كيف يسيطر التافهون على العالم من خلال قراءة. تمام. لو عندي اي تعديل في الصوت او في النص يا جماعه بقف عليه كده وبعدل، بضغط هنا. في عندي هنا لو ضغطت على كلمه ساوند بيجيب لي خصائص الصوت هنا، واعلي اوطي اغير السرعه، يعني بظبط الدنيا زي ما انا عايز. ولو ضغطت على علامه الاي اي دي اللي هي جنريت فويس اوفر، لو ضغطت عليها كده بيجيب لي النص اللي مكتوب. ولو انا عايز اغير الصوت بتاعه او اعدل في النص نفسه حاجه واعيد توليده مره واحده تانية. اوكي. بعد كده باجي هنا عند السهم اللي جنب كلمة شير دي، بعد ما خلصت كل اللي أنا عايزه باجي هنا على داونلود از ام بي 4، يعني بحمله كملف فيديو ام بي 4. اوكي. لا انا دلوقتي خرجت عملت برزنتيشن على جيميناي، وطلعت من جيميناي لجوجل سلايدز، ومن جوجل سلايدز ودتني على جوجل فيدز عشان احول البرزنتيشن لفيديو. اه طبعا نحمله نص. تخيلوا بقى ان في ناس ممكن تقوم قنوات يوتيوب على المحتوى ده بس، اللي هو اعمل برزنتيشن بتلخص موضوع معين زي كتاب مشهور او كده، وحول الموضوع ده لفيديو، وتعالى من هنا اربط قناتك بالاكونت هنا واكتب اكسبورت تو يوتيوب، هيروح يبعته لك على اليوتيوب. اكتب الوصف والعنوان وشكرا، واعمل كل يوم فيديو واثنين وثلاثة. اوكي. الرحلة الطويلة دي بقى يا مس شيماء هترجعي لها في التسجيل ان شاء الله، لان صعب ان انا اعيد الخطوات دي كلها. تمام. طيب. مين بيحتاج يتعامل، ننتقل بقى لنقطة تانية، مين بيحتاج يتعامل مع ملفات الإكسل؟ يرفع ايده. يلا. 3 8 9 بس. 11 13 14 15. ماشي حلو. ممتاز. طيب. طيب، بما انكم بتحتاجوا تتعاملوا مع ملفات الاكسل، ممكن تقولوا لي ايه هو اقوى موديل في التعامل مع ملفات الاكسل؟ طيب احنا جينا لك منقذين يا يا مس مريم، بما انك محتاسه في شيت اكسل دلوقتي. مين يقول لي كلود؟ كلود، كوبايلوت، جوجل شيت، كلود. حلو. كلود فعلا هو التوب. مانوس مش موديل. مانوس نقدر نقول هو ايجنت بياخد من المودلز كلها ويجمع في المخ بتاعه عشان يشتغل، لكن هو مش موديل قائم بذاته. اوكي. زي اي اي ممتاز فعلا. طيب انا هاخد مثال واحد بلاش كلود لانه مش اغلب الناس عندها اشتراكات في كلود، فهاخد مثال واحد وهروح لجيميناي. وهوريكم ان جيميناي حلو في تحليل الاكسل شيتس ويعمل منها انفوجرافيكس ويطلع منها شغل كويس جدا. بريك 5 دقايق نصلي المغرب. طيب حاضر. خلينا الساعة دلوقتي 8:29، نرجع 8:40. تصلوا المغرب ونكمل عشان ما نضيعش عليكم صلاة المغرب. جزاك الله خير للتذكير يا أستاذ خالد. أنا يعني التوقيت عندي مختلف، ف الله يجزي خير إنك فكرتني. طيب هنرجع بعد 10 دقايق نكمل إن شاء الله. أنا مش هقفل الميتنج، أنا بس هوقف الكاميرا والفيديو، الكاميرا والمايك عندي، وحضراتكم بس صلوا المغرب ونرجع نكمل إن شاء الله. لا انا هقفل الصوت بس، يعني مش هقفل الميتنج، انا هقفل الصوت بس من عندي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد. رجعنا يا جماعة، صلينا. اللي معانا كده يرفع ايده. طيب واللي مش معانا برضو يرفع ايده. في حد عنده مشكلة في الصوت؟ الأستاذة هنا بتقول في صدى قوي في الصوت. الصوت تمام. طيب تأكدي بقى من إعدادات الصوت عند حضرتك. تمام، توكلنا على الله. نكمل. احنا كنا وقفنا هنا عند تحويل البرزنتيشن لفيديو، او ازاي نعمل برزنتيشن من الاول مع جيميناي، ونحول البرزنتيشن لفيديو عن طريق جوجل فيتس. كيف حول الفيديو للغة عربية؟ بان البرزنتيشن نفسها كانت باللغة العربية، وكل الموضوع ان هو اخذ النص باللغة العربية وبدأ وبنى عليه البرزنتيشن، اللي هي دي البرزنتيشن الأساسية معمولة باللغة العربية. طيب نفترض ان هو حاول يعمل البرزنتيشن بالانجلش. يعني انا لو جيت هنا قلت له convert to video، هعيد بس الخطوة دي عشان أأكد على حاجة. هو اللي اتشرح كتير والله يا أستاذ لبنى، لكن حضرتك إن شاء الله تقدري تتابعي معانا من دلوقتي، وإن شاء الله الفيديو هيوصلكم أول ما يترفع على اليوتيوب. المحاضرة مسجلة، واللي فات إن شاء الله تقدري تتابعيها أول ما الفيديو ينزل. بحدد طبعا هنا عدد الشرايح بعد ما قلت له convert to video. هنا بقى هو بيسحب المحتوى بتاع البرزنتيشن تلقائي، لقى البرزنتيشن عربي عملها عربي. طب لو غلط وعملها بالانجلش، بكل بساطة هاخد المحتوى ده كده كوبي كده او كات، واروح اترجمه مع تشات جي بي تي وارجع احطه بالعربي بكل بساطة لو اداني المحتوى بالانجلش. طب لو البرزنتيشن نفسها بالانجلش وهو سحب المحتوى بالانجلش بشكل تلقائي، هروح انا اترجم المحتوى مع تشات جي بي تي او جيميناي، وارجع احط المحتوى هنا مترجم باللغة العربية واكمل صناعة الفيديو. دي بس النقطة اللي كنت حابب أكد عليها. اوكي. طيب، في حد سألني عن أداة لصناعة الفيديو مجانية. آه أبسط وأسهل أداة مجانية، وكنت كده كده جاي لها أصلا، هي أنا كنت الأول هتكلم على الإكسل شيت، نسيتوني. طيب خلينا آخد دي ونروح للإكسل شيت على طول. جوجل فلو. دي اللينك لحضرتك. جوجل فلو في الأكاونت المجاني بتديني 50 كريدت كل يوم. خلينا نغير الأكاونت. طبعا الاكونت المدفوع بيديني 1000 كريدت شهريا، فانا هعمل ساين اوت وادخل باكونت تاني. لو جيت ضغطت هنا كده هلاقي عندي 50 كريدت، دي اللي هي الخاصه باستخدام جوجل فلو. اوكي. ده لصناعه الفيديو والصور برضه. لو جيت هنا ضغطت على كلمه نيو بروجكت، انا شرحت طبعا جوجل فلو في محاضره كامله فوق الساعه على على قناتي على اليوتيوب، للي حابب بقى يرجع للتفصيل. اوكي. وطبعا في شرح لادوات فيديو اكتر موجوده في الكورس ان شاء الله، اللي هو على الموقع مايندلتكس. في ادوات تانية كتير مشروحة زي هيجن وادوات تانية لصناعة الفيديو. هو في حد اعتقد، الاستاذ حاتم بعت،
اللينك على على الشات من شويه. flow is not available in your country، يبقى حضرتك محتاجه تشغلي VPN يا استاذ صباح، لانه في بعض الدول هو محجوب فيها فعلا. طيب ده شكل فلو. في عندي هنا حاجه اسمها ايجنتك، وفي عندي الايمج، وفي عندي اللي هو بيلد وورد. سيبك من الكلام ده خالص وركز لي تحت. هنا عندي فيديو وايمج، دول الوضعين اللي انا بشتغل عليهم. والايمج اللي هو انا بستخدم نانو بنانا برو ونانو بنانا 2، والجديد نانو بنانا 2 لايت. ليه عملوا منه لايت؟ لايت ده اللي هو ارخص شيء، عشان لو حد بيستخدم اي بي اي عشان يربط نانو بنانا بالموقع بتاعه. طيب الثلاثه دول اصلا مجانا هنا على يعني انا لو جيت اخترت اعلى واحد البرو، بيقول لي هنا generating will use zero credit. يبقى حضرتك هنا اي صوره هتعمليها على موقع فلو بدون كريدت، مجانا تماما، لو هتعملي مليون صوره في اليوم. اوكي. طيب بحدد من هنا حجم الصوره وعدد الصور اللي انا عاوز اطلعها من البرومبت الواحد. طب الفيديو، الفيديو عندي اربع مدد مختلفه: 4 ثواني، 6، 8، 10. كل ما هغير كل ما عدد الكريدتس بيتغير معايا. يعني الفيديو لمدته 4 ثواني بياخد 7 كريدت. احسب بقى من ال 50 كريدت حضرتك تقدر تعمل كام فيديو في اليوم، لان ال 50 دول هيتجددوا لك بكره. طيب 6 ثواني هتلاقيه بياخد 10، يبقى انا اقدر اعمل 5 فيديو في اليوم. طيب الفيديو الطويل اللي هو مدته دقيقة أو 40 ثانية أو 50 ثانية، ده أعمله إزاي؟ بكل بساطة حضرتك قسم الفيديو المشاهد بمساعدة مثلا شات جي بي تي، وخليه يديك صورة لكل مشهد مع سوري كتابة صورة البرومبت، كتابة البرومبت بتاع كل مشهد اللي هي أنت هتعمل منه الصورة، وبرومبت للتحريك. اعمل الصورة وتعالى هنا حطها، وحط البرومبت بتاع التحريك، يبقى حضرتك كده عملت المشهد الأول. اوكي. خليني اخد مثال. اروح هنا مثلا اعمل ايمج واحط صوره بسيطه كده. خلينا ناخد مثلا نانو بنانا 2 عشان يبقى سريع شويه، ونقول له مثلا uh, a bird أو a beautiful bird singing on a tree. الحاجات دي. تمام. وهنا هخليه يعمل الصوره. طبعا الصوره هنا انا مختارها السايز بتاعها اللي هو 9:16، اللي هو المناسب للريلز والشورتس والحاجات اللي هي الفيديوهات الطوليه. نعمل بقى برومبت مكان ما نحب. يعني ممكن نعمل الصورة بره خالص ونيجي نرفعها من هنا من ابلود ونختار صورة من بره، ابلود ونختار صورة. اخترنا الصورة اهي. تعالوا عند الثلاث نقط اللي هنا، هتلاقي هنا كلمة انيميت. انيميت دي يعني ايه؟ عايزين نحول الصورة لفيديو. واكتب هنا طريقة التحريك. هكتب حاجة بسيطة كده: let the bird sing happily and move his wings، على سبيل المثال. اوكي. والله مشكلة الصوت مش من عندي يا جماعة. يبقى أنا كده عملت الصورة وعملت المشهد. المشهد بتاعي هنا ما يستحقش إنه يزيد عن 6 ثواني، فليه أروح ل10 ولا 8؟ أوفر كريدت وأعمل مشهد واثنين وثلاثة، وبعدين في الآخر هتلاقي في هنا عندي حاجة اسمها سينز. سينز دي اللي هي بينزل فيها المشاهد بتاعت حضرتك، وتقدر تجمعهم كلهم جنب بعض في فيديو واحد. طبعا الفيديو هنا الاستاذ حاتم مشكورا سوري الاستاذ حاتم مشكورا بعت القناه، لينك القناه. والاستاذه اسراء الله يبارك لها بعتت برضو اللينك بتاع شرح جوجل فلو بالتفصيل.
اوكي، طبعا هنا الفيديو خلص. تعالوا نشوف شكل الفيديو. حاجة طبيعية جدا جدا، كأنه فيديو متصور بكاميرا حقيقية. طب عايز ازود مشهد تاني، هضغط على علامة بلس هنا واشتغل على المشهد اللي بعده اد كليب. اوكي. طيب انا ما عنديش كليبس جاهزة. اوكي. فهعمل ايه؟ اروح راجع ورا كده، وبعدين احط المشهد الجديد سواء بالصور او عندي صورة، وبعدين اقول له ايه؟ حول لفيديو. فتيجي هنا بقى في السينز، هتلاقي بقى المشاهد بتاعتك هنا. لو انا رجعت للفيديو ده وجيت هنا قلت له اد تو سين، فهاجي هنا في السينز هلاقي المشهد بتاعي. كل ما اضيف مشهد هينزل هنا، فاقرا ايه؟ ارصهم كلهم جنب بعض، وفي الاخر احطهم كلهم كفيديو واحد، واعمل له اكسبورت كفيديو متكامل. ده بالنسبه لجوجل فلو. انا شرحت حاجه بسيطه كده، واللي عايز يرجع للتفاصيل يرجع لها ان شاء الله، اما في الفيديو اللي على اليوتيوب او الكورس على مايندليتكس اللي حابب يشترك فيه ان شاء الله. Can I add translation؟ تضيفي ترجمة للفيديو. هنا بقى بنلجأ لحاجة اسمها agent. خاصية الايجنت اللي تحت ده، ممكن اقول له يضيف سبتايتل تحت الفيديو، بس مش اكيد هتظبط. فحضرتك لو عايزه تضيفي سبتايتل، بعد ما تحملي الفيديو ارفعيه للابلكيشن بتاع اديتس بتاع انستجرام عامله ابلكيشن لتعديل الفيديو مجاني تماما. بترفعي له الفيديو وهو بيعمل لك الكابشن او السبتايتل بشكل مجاني. ترانزليشن تعمليه بلغه تانية، قصدك تخلي الفيديو ناطق بلغه مختلفه. انا اتلخبطت يا استاذه منار. ترانزليت، نوت ترانزليشن. ترانزيشن افكتس. برضو عن طريق برنامج الايديتس افضل، لان هنا السينز ما بتعملش ترانزيشنز. هو بيلزق لك المشاهد مع بعض، وممكن ناخده على اي تطبيق زي كاب كات مثلا. لو على الكمبيوتر في عندنا تطبيقات زي دافنشي، زي كاب كات برو. دي كلها تطبيقات لل ان شوت. اعتقد ان شوت خلاص مايكروسوفت قالت هتقفله، ولا هو او ولا حاجة تانية مش فاكر. بس هو ايديتس الميزه اللي فيه ان هو مجاني تماما بكل الفيتشرز اللي فيه، ومفيش فيه علامه مائيه. تطبيق اسمه ايديتس تبع انستجرام. طيب انتقل بقى لاخر حاجه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. آم، اللي هو بصراحه مش ما جربتش يا استاذ عبد الرحمن ان كان في تول للترانزيشنز ولا لا. ينفع اجمعه، ما انا قلت ينفع نجمع الفيديو، المشاهد كلها ينفع اجمعها على جوجل فلو، واصدرها كلها كمشهد واحد، او اكسبورت، اعمل اكسبورت او داونلود للفيديو كله كفيديو واحد مدته 40 ثانية 50 ثانية. التطبيق اللي بقول عليه اسمه ايديتس. هو شبيه بكاب كات للموبايل. يعني تقصد ان هو بيعمل فيديو جديد في النص بين المشهدين كنوع من الترانزيشنز؟ لو كده يبقى انا بستهلك كريدتس زياده، بصرف كريدتس زياده، مع اني ممكن اعوضها بطريقه تانية مجانيه من غير كريدتس، عن طريق بقى انك تاخد الفيديو ده تعمل له اديت على اي تطبيق من تطبيقات التعديل. طيب هرجع لجيميناي عشان حاجة أخيرة بقى، اللي هي التعامل مع الإكسل شيتس، وإزاي آخد إنسايتس وألعب في الإكسل شيتس. هاجي هنا هعمل أبلود. إن شاء الله ألاقي عندي أي سبريد شيت قديم كده في حاجة.
ماشي، حلو ده. تمام، ده ملف كان عبارة عن استبيان بسيط كده، كنت عامله كتجربة في أحد الكورسات. ولما الناس حلته بدأنا نحاول نحلل الملف ده. أنا هاجي هنا هفعل خاصية الكانفاس وأقول له إيه؟ create an interactive dashboard from this file. أو بلاش from، هنقول له إيه؟ explaining the data in this file. خدوا بالكم أنا فعلت خاصية الكانفاس قبل ما أعمل الحركة دي. هيجي ناس بعد الكورس أو بعد السيشن تسأل إحنا حاولنا نعمل برزنتيشن أو نخلي جيميناي يعمل لنا داشبورد أو يعمل لنا انتراكتيف انفوجرافيك على ملف إكسل أو على ملف PDF وما عملش، مع إن إحنا مشينا بالخطوات اللي أنت قلتها. بقول له صحيح اديني سكرين شوت من اللي انت عملته، هتفاجئ ان هو عمل كل حاجه ونسي يضيف خاصيه الكانفاس دي اللي عليها السهم يا جماعه. خاصيه الكانفاس دي مهم جدا تفعيلها قبل الحركه دي. اوكي، عملنا ابلود من علامه البلس وابلود فايل، وجبنا الملف من عندنا من على الكمبيوتر. لو الملف على جوجل درايف بجيبه من هنا اد فروم درايف. طبعا هنا هو عمل لي ابلكيشن ارفع له الملف وهو يعمل عليه داشبورد. فهو هنا خدني لمرحله مختلفه. هو يعني ما فهمش البرومبت بشكل سليم، وانا يعني طبعا دي غلطتي ان انا ما اديتوش برومبت واضح. فخلينا ناخد، هو حتى مش قاري كل ملفات الاكسل، مش عارف ليه. خلينا ناخد دي كده. هنا عمل لي طبعا هنا انا رفعت ملف مختلف فيه بيانات مش متظبطه كويس. بس هتلاقي هنا ال ال خد منها لمحه كده وحولها لانفوجرافيك. طبعا اي خطا انا شايفه في الموضوع يا جماعه هاجي هنا واقول له ايه؟ عدل كذا، صلح كذا. اوكي. طيب لو الملف ده HTML باجي هنا بضغط على علامه داونلود واقول له حمل الملف. بس الملف هنا نازل بصيغه اسمها TSX، مش هيفتح على الجهاز كده لوحده. فاجي اعمل هنا ايه؟ هقول له ضيف خاصيه تحميل النتائج التحليل بصيغه HTML. فيروح هو راجع معدل في الاكواد دي ومظبط الابلكيشن مره تانية عشان يحوله لي ويضيف الخاصيه اللي انا ظبطتها. طيب انا شايفه ما بيقراش ملفات PDF او ما بيقراش كل انواع الاكسل زي الاكسل والCSV والانواع المختلفه من السبريد شيتس. فهقول له ضيف كل انواع ملفات البيانات الخاصه او ملفات جداول البيانات. فهيروح هو معدل الكلام ده ويبقى الابلكيشن عندي جاهز. فاقدر بعد كده هنا ارفع له الملف اللي انا عايزه. طب انا عايز اشير الابلكيشن البسيط اللي انا عملته ده مع اي حد. هاجي هنا واعمل شير واخد اللينك كوبي واي حد هيقدر يفتحه في جيميناي ويستخدمه. اوكي، ده طريقه للتعامل مع ملفات الاكسل. طيب لو انا مشترك في جيميناي برو، لو انا عندي اشتراك في جيميناي برو، جيميناي موجود باي ديفولت جوه اكسل شيتس. الحاجه الاخيره بقى اللي هختم بيها عشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده، هروح لاكسل شيتس. هي راحت فين؟ هم من ساعه ما غيروا الايقونات وانا بقيت بتوه فيه.
وهاجي هنا هعمل بلانك سبريد شيت. هنا جيميناي هنا بقى يقدر يعمل لي اي سبريد شيت انا عايزه، او اي شيت انا عايزه. طيب الاكسل اللي انا شغال عليه موجود عندي على الجهاز، انا استفدت ايه من اللي انت بتقوله ده؟ تعالى بكل بساطه اضغط على كلمه فايل واعمل امبورت، وهات ملف الاكسل اللي على الجهاز بتاعك وضيفه هنا اشتغل عليه. اعمل ابلود، براوز، وتعالى ضيف ده كده، نقول له امبورت. تمام. وهنا هلاقي كل الملفات نزلت عندي. بلاش الملف ده في اسرار الناس. خلينا ناخد ده. اوكي، هنقول له import. طبعا هنا create a new spreadsheet، نقول له import data. خلاص يا عم. ده الملف اللي انا جبته من على الجهاز عندي. اوكي. وهنا ناقصه بيانات ولا هو اصلا فاضي؟ ماشي، خلينا هنا. لو جيت هنا مثلا فتحت جيميناي، ضغطت على جيميناي هنا في الجنب هنا، اقدر اطلب منه بقى اي حاجه في الشيت ده. احسب لي كذا، زود معادله، اعمل كذا، اي حاجه انا عاوزها هيخلصها. بعد ما خلصت هاجي هنا اضغط على كلمه فايل واقول له داونلود از مايكروسوفت اكسل. لو جيت هنا قلت له مثلا and update all dates in new table for next quarter على سبيل المثال. طيب انا عايز اعمل شيت جديد from scratch. تعالى اضغط هنا نيو سبريد شيت. اي حاجه تتخيلها في الاكسل جيميناي هيقدر يعملها معاك هنا. خلينا نقول له مثلا create a sales territory plan project، خلينا project tracker دي. بيعمل لك بقى الحاجة بالألوان بتنسيق ممتاز. الهيدلاينز واخدة لون. يعني حاجة لو انت قعدت تشتغل عليها، او لو حضرتك قعدت تشتغل عليها بشكل يدوي، ممكن تاخد انشاء الملف نفسه ممكن ياخد مش اقل من ساعة. لا للأسف ده متاح مع جيميناي برو. متاح مع جيميناي برو. هنا طبعا بيسألني what is your primary focus، هنقول له مثلا marketing campaigns. وهنا what details must be tracked، هنقول له مثلا نختار اي ثلاثة كده بشكل عشوائي. وهنزل هنا هقول له who will review، هقول له انا. شكرا. اختبار مرضيش ينزل لينك اللعبة، مش فاهم. ابعتي لي سكرين شوت من اللعبة وال البرزنتيشن اللي عملناها والفيديو ده كله مجاني. طبعا هنا بيقول لي دي الخطة بتاعتي اللي هعمل بيها، فاقول له ابروف لو انا الامور بالنسبة لي تمام. اوكي. بيعمل دلوقتي الجدول. دي اللعبة اللي بعتتها. دي اللعبة اللي بعتتها الأستاذة الباشمهندسة تيسير. معرفش دي لعبة ولا إيه، أنا هفتح وأشوف لسه. طبعا هنا بيبني
الشيت ماركتنج كامبين تراكر لسه شغال عليه. مرحبا بك يا بطل الصلاة. طيب دي اللعبة شغالة زي الفل. أنا سهيل مرشدك للصلاة، رحلة الصلاة، النية وتكبيرة الإحرام، ماذا نقول؟ الله أكبر، التالي. حلو جدا، حاجة عظمة جدا، ممتاز، الله ينور. تسلم ايدك والله يا باشمهندس. طبعا هنا بدأ ينشأ اهو الملف بتاعي يا جماعة. ايه اللي مدفوع طيب؟ إيه اللي مدفوع يا استاذ دغريد؟ اللي انا بشتغل بيه دلوقتي على جيميناي انا قلت انه مدفوع. اللعبة اللي عملتها الباشمهندسة تيسير لا مش مدفوعة، دي عادي بتتعمل في جيميناي المجاني. انا من البداية وانا بفتح البراوزر ده قلت اللي انا هعمله في البراوزر دلوقتي ده مش مجاني. شايفين هنا الاونر والحالة، تم ما تمش، تم التخطيط، هل اتأجل ما تأجلش. طبعا دي حاجات تفاصيل انا ممكن اغيرها مع جيميناي، يعني اسماء الاشخاص اللي هنا كاونرز انا ممكن اخد كده احط له هنا، احط لي فلان وفلان وفلان كاونرز. كانفاس، اختاري كانفاس يا استاذه صوفيا، اختاري كانفاس وانت بتعملي اللعبه مع جيميناي، اختاري كانفاس. هو كده خلص الشيت بكل التفاصيل بتاعته زي ما حضراتكم شايفين، حاجه لطيفه وجميله ومنظمه وزي الفل. وبكده أكون وصلت لنهاية لقائي معاكم اليوم، وآسف إن كنت طولت عليكم. شكرا لصبركم وحسن استماعكم، وإن شاء الله نشوفكم يعني في مرات تانية